السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. البنات اليوم طليت عليكم بهذه الوصفه تاع اللي راكم تشوفوا فيها كوردون بلو. يجي بزاف بنين، بزاف رائع رائع، خفيف ظريف في وقفه وانتم وجدتوه. يوالم بزاف مع هذه الايام المباركه. حاجه سهله وبنينه. وهنا يا حبيباتي شوفوا كيفاش جد قدمته بهاد لاصوص بالزيتون والشامبينيون ولا كريم فريش. بنت وبنات نتمنى منكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. وقبل ما نبداو الوصفه البنات، ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك فضلا وليس امرا. كما تعودتوا عليا نروح نصلوا على حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. هنايا البنات واش عندنا حوالي نصف صدر تاع الدجاج اللي كنت اشيتو هكذا في رقيق. عندنا ايضا هاد البنات الكاشير ولا تقدروا تقولوا لونشون تاع الدجاج. عندنا ايضا هذا الفورمات اللي يجي شرائح. عندنا واحد من مكعب الدجاج. عندنا ايضا الفلفل الاسود وعندنا توابل الشاورما. هنايا كاول مرحله واش رايحين نديرو نجيبو هذاك مكعب الدجاج ونفتوه كامل فوق الدجاج تاعنا. وهنايا كملاحظه من المستحسن انكم تستعملوا الصفايه وتجوزوا هذا المكعب تاع الدجاج في الصفايه باش ما يعذبكمش في الاخير. نزيدو نضيفوا ليها التوابل اللي قلنا عليها هي توابل الدجاج ولا الشاورما وايضا الفلفل الاسود. نزيدو عليها حوالي ملعقه من الزيت النباتي باش يجينا هذا الدجاج الطري من الداخل. نمزجوا كامل هذه المكونات مع بعضهم ونسيو كيفاش ندخلوهم كامل في بعضهم مليح مليح. هنايا من المستحسن انكم ما تزيدوا حتى اضافات، ما ديروا بصل، ما ديروا ثوم، ما ديروا والو. هكذا لايم هذا الخليط تاعي كامل. وهنايا فوق سطح العمل نجيبوا الغلاف الشفاف نديروا عليها قطره تاع الزيت ونبداو نوزعوا هذيك الزيت في هذاك الغلاف. من بعد واش رايحين نديروا نجيبوا الدجاج تاعنا ونبداو. هنايا البنات نسيت باش نقول لكم دهنوا يديكم بالزيت ما قبل ما تبداو تحلوا في هذاك الدجاج. ونبداو ديروا بهذه الطريقه، تبداو توزعوا في هذا الدجاج على هذاك الغلاف الشفاف تاعكم. وهنايا شوفوا علاش قلت لكم جوزوا هذاك مكعب تاع الدجاج في صفايه باش يسهل عليكم العمليه وما راكمش رايحين تتعذبوا في الخدمه ديالكم. نبدا نوزع هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نسيو نعطوا له شكل المربع ما امكن هكذا. من بعد واش راح نجيبو عندنا هذا الفرماج وعندنا كما قلت لكم هذا اللونشون تاع الدجاج. نزيدو نحطو هكا كما راكم تشوفوا 2 شرائح. البنات سمحوا لي حبيباتي، هنا جا وليدي. نكملوا الوصفه تاعنا. قلت لكم نحطوا 2 شرائح تاع هذا اللونشون تاع الدجاج. من بعد نجيبوا الجبن ومن المستحسن انكم تطويوا هذيك الشريحه كما درت انا باش يجيكم باين بعد في النهايه. هكذا كما تقدروا انكم ديروا 2 شرائح، تقدروا ديروا شريحه واحده تحطوها في الوسط، كل واحد يدير كما يحب. هكذا نحط هذيك الشريحة الثانية كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ونجيب الدجاج تاعي ونبدا نغلق في هذا المربع تاع الكوردون بلو. هكذا نبدا نوزع الدجاج تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. دائما نقول لكم دهنوا يديكم بالزيت باش تسهل عليكم العمليه. هكذا وهنا بعد ما غلقته كامل شوفوا كيفاش نسي نعطي له شكل مربع ولا مستطيل، كل واحد يدير كما يحب. من بعد نبدا نعطي له الشكل بهذا الغلاف الشفاف كما راكم تشوفوا هكذا. وهنا كي تجيو تغلقوا بالغلاف الشفاف من المستحسن انكم تزيروا وتضغطوا مليح مليح باش ياخذ لكم الشكل هكذا. نسووا كامل الشكل تاعو، نعطوله شكل اشباب ونحطوه في الطبيسي ونديروه في المجمد. هكذا نزيد ندير معاكم وحده باش كل مبتدئات تعرف كيفاش درنا هذا الكوردون بلو. دائما وابدا كما قلت لكم ندهنوا هذاك الغلاف الشفاف بالزيت. من بعد نجيبوا الدجاج تاعنا ونبداو نوزعوا ودائما باستعمال الزيت.
نبداو نوزعو في الدجاج تاعنا. وهنا من المستحسن انكم ديروا طبقه اللي تكون شويه رقيقه، ما تكون خشينه بزاف، ما تكون رقيقه بزاف، فتكون متوسطه ريحه الرقيق كما نقولوا. هكا البنات، ونعطولو شكل مربع ولا مستطيل كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. عمليه سهله في وقفه وانتم درتوها. تبان لكم شويه صعيبه، بصح حقيقه الامر هي بزاف سهله. نجيبوا هذاك اللونشو تاع الدجاج تاعنا ونحطوا زوج شرائح منه، ونزيدوا هنايا ايضا نديروا شريحه من هذا الجبن هكذا. ونجيبوا الدجاج تاعنا ونبداو نغلقوا، ودائما كما قلت لكم باستعانه الزيت نغلقوا باش ما يلصقش هذاك الدجاج تاعنا في الايادي. هكذا نبداو نغلقوا كامل ونوزعوه كامل بنفس المستوى. هكذا شوفوا كي تشوفوا الدجاج تاعكم بقالكم في الطراف، رجعوه للفوق وبداو توزعوا فيه كما راكم تشوفوا. كلش راهو باين امامكم. هكذا عمليه سهله. من بعد ما نسووه كامل السطح تاعو نعطولو الشكل اللي رانا حابينه، نكملو نديرولو هذاك الغلاف الشفاف كما راكو تشوفوا هكذا. ودائما نضغطوا كي تكونوا ديروا هذا الغلاف الشفاف، زيروا شويه على الحبه تاعكم باش تاخذ لكم الشكل بهذه الطريقه. اغلقوه مليح هكذا. كيما راكم تشوفوا. من بعد نحط كامل هذيك الكميه اللي خرجتها لي هذا سطر تاع الدجاج، نحطه كامل في طبيسي وندخلوه للمجمد كما راكم تشوفوا. لازم ندخلوه للمجمد، يقعد في المجمد 1 ساعه قيس ما يشد روحه ويسهل لنا العمليه. ونولوا نشوفوا بقيه التفاصيل. هنا من جهه واحده اخرى نروحوا نحضروا لاصوص اللي نرافقوا بها هذا الدجاج باش هذا الكوردون بلو عفوا البنات. واش نستحقوا؟ عندنا كركاسه تاع الدجاج كما كنتوا تشوفوا اللي كنت نحيتهم من الصدر. عندنا ايضا حبه بصل صغيره، فص تاع ثوم يكون رابيناه. عندنا الزيتون اللي يكونوا نقعناه في الماء وتنحات له الملوحيه تاعو بالكامل. عندنا شامبينيون. وهذا ما كان، هذا واش نسحقوا الوصفه تاع نهار اليوم. كيما راكم تشوفوا هذو هما المكونات اللي رانا رايحين نديروا بهم لاصوص. نجيبوا مقله نديروا فيها واحد المغرفه تاع الزيت مع مغرفه تاع زبده ونخلوهم يذوبوا كيما راكم تشوفوا هكذا. نخلوهم يذوبوا كامل. من بعد نشوفوا واش رانا رايحين نديروا. هنايا نجو نضيفوا هذاك الشامبينيون ونخلوه يتقلى ياخذ لنا التحميره اللي رانا حابينها. من بعد نولوا نشوفوا ايضا بقيه التفاصيل. نغطوا عليه ونخلوه يتقلى مليح ويدخلوا طياب. هنا بعد ما خضر لي هذه التحميره اللي راكم تشوفوا فيها، نجيبوا هذوك الكركاس تاع الدجاج، بنزيدو نجيبوا الحبه تاع البصل اللي كنا رابيناها والفص تاع الثوم اللي كنا رابيناه ايضا. نوزعوا كامل هذه المكونات في المقلاة تاعنا كامل كيف كيف، ونعطوا لها تحريكه خفيفه. من بعد نجو نضيفوا عليها الزيتون اللي كيما قلت لكم نكونوا نقعناه في الماء وتنحات له الملوحيه تاعو بالكامل. واللي كانت مزروبه تقدر تغليه، ولكن ننصحك انك ما تغليش، تنقعه في الماء خير وخير. نغطيه ونخليهم يتحمسوا. هنا بعد ما تحمسوا هذاك البصل ذبل بالكامل كراميليزا كما راكم تشوفوا، نجو نضيفوا التوابل اللي هما رشه خفيفه تاع فلفل اسود. عندنا ايضا رشه خفيفه تاع كركم. عندنا ايضا رشه خفيفه تاع توابل الدجاج. هذو هما المكونات اللي نستعملوهم. انا هنايا تفاديت اني نستعمل الملح. هكذا نمزجوا كامل هذه المكونات مع بعضهم كما راكم تشوفوا. من بعد نجو نضيفوا عليهم حوالي نص كاس تاع الماء ونخلوهم يتكتكوا بعقلهم كما نقولوا. نغطيو عليهم ونخليهم يطيبوا. هذاك الزيتون يدخلوا طياب والشامبينيو ايضا يطيب معنا، ونولوا نكملوا الوصفه تاعنا. هنايا بعد ما هذه المكونات كامل تحمست مع بعضها وخذت لي لون شباب كما راكم تشوفوا طاب الشامبينيون والدجاج، نجيبوا لا كريم فريش ونضيفوها كما راكم تشوفوا ونعطوا لها تحريكه خفيفه هكذا. انا هنايا بانت لي شويه ناقصه لا كريم فريش، لذلك زدت شويه.
هكذا ونقعدوا نحركوا. كي تشوفوا لا كريم فريش تاعكم تلقت روحها وبدات تبقبق ثم تعرفوا باللي سيبو. هذا هذا بلي سيبو خلاص نتوما فهمتوني. بلي خلاص نطفيو عليها. شوفوا تولي لكم بهذا الشكل تطلق روحها كامل تبدا تبقبق. هنا طفيو عليها وخلوها جانبا. من جهه واحده اخرى باش نروحو نديرو عندنا زوج حبيبات تاع بيض اللي كنا فقسناهم في بول خلطتهم مليح بلا فورشيت. من بعد عندنا اللي هي خبز اللي كنا لا شابلور اللي كنا حيناها. وعندنا هذاك الكوردون بلو اللي كنا درناه في المجمد. نجيبو نديرو في البيض نجوزوه في البيض. من بعد نجوزوه في الشابلور ونروحو نقليوه. عملية سهلة وكامل تعرفوا تديروها. هنا نحي دائما هذاك البيض اللي يكون زايد ونرمدو في لاشابلور ونروحو نقليوه. وهنا البنات ها هو الكوردون بلو تاعي كي درتو في الزيت. حبيت نوريلكم باللي لازم الزيت تكون هكذا تكون لحقت للنص تاع الكوردون بلو باش يطيب معاكم. كي يتحمر ياخذ لكم التحميره هذه نحيوه. وهنايا ها هو الكوردون بلو تاعو في الشكل النهائي. انا كنت قدمته بهذه الطريقه بهذا لاصوص بزاف بنين بزاف هايل. نتمنى منكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وان شاء الله تنال رضاكم. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ونقول لكم حبيباتي ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى ودائما هكذا. وكنت قدمته بهذه الطريقه. ونقول لكم حبيباتي سلام صحه فطوركم كامل. نتلاقاو كما قلت لكم في وصفات اخرى. سلام.